بقول لك يا ابو زماله، قبل ما ندخل في الانمي ودمار النهارده، عايز اقول لك ان انا نفسي اشوف 10000 لايك على فيديو معين ليا. اعمل يا اسطى بقى 10000 لايك كده وخليك رجوله، وقوم جهز كوبايه النسكافيه الرايقه بتاعتك ويلا نبدا انمي النهارده. في الحلقات اللي فاتت عرفنا ان ويستريا ضحت بنظرها عشان تمضي عقد مع مرماس وانقذت حياته، وبالليل بنشوف مبنى مهجور واللي بيبقى سنه بيهدد فيه شياطين، والشيطان اللي معاه بيكون شكله شبه الخفاش ومرعوب منه على الاخر، وبيتحايل عليه انه يسيبه يعيش، بس سنه ما بيبقاش ليه مزاج النهارده انه يسيبه يعيش، وسنه بيساله عن الشيطان اللي شعره احمر عشان شاكك فيه وعايز يعرف عنه معلومات اكتر. وفي الوقت ده الشيطان الخفاش بيكون بيترعش من الخوف وبيقول له انه ما يعرفش حاجه، بس ما بيلحقش يكمل كلامه وسنه بيقتله، فالشيطان الخفاش بيقعد يصرخ من الوجع وبعدين بيتبخر في الهواء. وبعد ذلك سنه بيفكر ازاي هيمسك الشيطان اللي شعره احمر، وبيقرر انه المره دي مش هيسيبه مهما حصل. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي مارفس واخد ويستريا على بيت بعيد في الغابه، ودلوقتي ويستريا ما بتبقاش شايفه اي حاجه وعماله تخبط في كل ركن في البيت، فمارفس بيطلب منها انها تقعد على كرسي اول حاجه، وويستريا بتكون مستغربه ان مارفس عنده بيت عايش فيه، فبيقول لها انه اشترى البيت ده من ناس ومضي عقده كمان، بس المكان بيكون متبهدل على الاخر ومحتاج يتنضف، فبيطلب منها انها تنضفه، بس هي بتفكره بانها مش شايفه حاجه خالص وعشان كده مش هتقدر طبعا تنضف البيت، وبكده مارفس هو اللي بيبقى عليه التنظيف. وبعد فتره بيكون نضف البيت وخلاه بيبرق، وويستريا بتبقى حاسه بريحه النظافه دلوقتي، بس بعد شويه بطنها بتصوصو وبتقول له انا جعانه وما اكلتش حاجه من امبارح يا باشا وعموت واكل، وطبعا محتاجه تاكل في اقرب وقت. وهنا مارفس بيعرف ان البشر محتاجين ياكلوا عشان يعيشوا، فبياخدها وبيخرجوا عشان ياكلوا ويجيبوا هدوم جديده ليها مع انه بيبقى ميت من التعب. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفهم وهم بره وويستريا بتقيس فساتين، ومارفس بيكون عاوز يخليها جميله وشيك على قد ما يقدر عشان هي دلوقتي تحت وصيته وهو عاوز يهتم بيها، ولما بتقيس اول فستان بيطلع وحش عليها وتاني فستان بيكون منفوخ قوي خسي، بس هو بيطول باله وبيقول لها تقيس واحد تاني اكبر، ولما بيسالها عن مقاسها بتطلب منه انه يبعد من قدامها عشان هي هتعرف تجيب هدوم لنفسها، بس مش عارفه تتصرف وهو واقف لها كده، فمارفس بيسمع كلامها وبيقف بعيد، وويستريا بتقف قدام الفساتين بس ما بتبقاش شايفه موديلاتهم، فبتنادي على الموظف اللي في المكان عشان يساعدها تختار الفستان اللي يناسبها. وفي الوقت ده بتقابل واحده في المحل لابسه فستان اسود ومعاها واحد وبيطلع انه الحارس بتاعها، والحارس بياخد باله ان البنت اللي قدامهم ما بتشوفش، فالبنت اللي لابسه اسود بتطلب منه انه يتعامل معاها بتواضع، وبعدين بتعرفها على نفسها وبتقول لها ان اسمها ديانا بلاك بيلت وانها من طبقه النخبه، وويستريا لما بتسمع ده بتنحني قدامها احتراما ليها، بس ديانا بتكون متواضعه على الاخر وبتسالها هي بتعمل ايه هنا، وبتقول لها انه خطر عليها انها تيجي هنا لوحدها وبتبقى قلقانه عليها، فويستريا بتقول لها انها مش لوحدها ومعاها واحد وانه جاي ياخدها كمان شويه. وهنا البنتين بيقرروا انهم يشتروا هدوم سوا، وديانا بتبقى عمرها ما جربت قبل كده انها تشتري هدوم مع بنت تانية، وعشان كده بتكون متحمسه قوي انها تخوض التجربه دي مع ويستريا. وفي الوقت ده البنتين بيتفقوا يتصاحبوا على بعض، وفي اللحظه دي الحارس بيعرف ان الموضوع هيطول على الاخر، وديانا بتطلب منه انه يستنى ويحرس الكلب بتاعها، بس هو بيرفض وبيقول لها انه مش حارس كلاب، فبتقول له يقعد بره عقبال ما تخلص ومعاه ساعه كده ويرجع لها. وهو ماشي بيبقى بيسال نفسه اذا كانت ويستريا من نسل القطط، ولما بتفضل بصله وهو ماشي بيصرف نظر عن الفكره وبعدين بياخد بعضه ويمشي. وفي الوقت ده مارفس كمان بيكون عاوز يروح ياخدها من المحل، وكل دقيقتين بيبص في الساعه عشان يروح ياخدها ويمشوا، وفي الوقت ده بيحس بوجود شيطان تاني حواليه، وفي الناحيه التانيه الحارس بياخد شكل الكلب بمجرد ما بيطلع من محل الهدوم. وفي الوقت ده مارفس بيبص له وبيبقى بيفكر اذا كان نبرياس ولا لا، ونبرياس كمان بيعرفه وبيساله هو ليه مش قاعد في قسم الكلاب. وفي المشهد اللي بعد كده بنرجع بالزمن لورا وبنلاقي مكان كله والع وشخص على هيئه كلب واقف على رجليه وبيتكلم عادي زي نبرياس ومارفس، وبنعرف ان نبرياس بيبقى واحد من الناس التقيله اللي في ارض الضياع ومش سهل ابدا، ده غير انه يبقى كلب الحراسه بتاع نزرويرولد. ونبرياس لما بيشوفه بيبقى عاوز يساله عن حاجه فبيطلب منه انه يتكلم معاه على انفراد، والاتنين بيوافقوا ومارفس بيروح وراه. وفي المشهد اللي بعد كده البنتين بيكونوا اختاروا فساتين جديده وبيشكروا بعض على مساعدتهم لبعض، ولما بيطلعوا من المحل ديانا بتبص على نبرياس وبتلاقي معاه مارفس، فبتساله اذا كان صاحبه بس هو ما بيبقاش جاهز انه يرد عليها. وبعد كده ويستريا بتستوعب ان الشخص اللي واقف جنب نبرياس يبقى مارفس، وبعد كده ديانا بتسال نبرياس اذا كان الجاكيت الاحمر الجديد حلو عليها، بس هو بيقول لها انه وحش وزي الزفت وما بيهتمش بمشاعرها خالص، فديانا بتتعصب من رده. وفي الوقت ده
وستيريا بتكون اتعلقت بيها وبتسالها اذا كان ينفع يتقابلوا تاني، وديانا بما انها طيبه ومتواضعه جدا بتعزمهم على البيت عندها، وبتقول لويستيريا انها تقدر تروح لها البيت وقت ما تحب. وبعد كده ديانا بتروح تدور على نبرياس. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مارفيس وهو واخد ويستيريا على مطعم فخم، وهم قاعدين بيسالها عن تجربه شراء الهدوم دي، فويستيريا بتقول له انها كانت حلوه جدا. فمارفيس بيطلب منها انها تكون على طبيعتها عشان هم قاعدين في مطعم خاص وتقدر تتصرف على راحتها من غير ما تكون خايفه على مظهرها. بس ويستيريا بتبقى لسه فاكره انها لو لمست الطبق هيتكسر منها، ومارفيس كمان بياخد باله انها متوتره فبيقرر ياكلها بنفسه، وفعلا بيمسك معلقه الشوربه وبياكلها في بقها. بس ويستيريا بتكون مكسوفه فبيقول لها تحب ابقى العبد بتاعك او على الاقل ابقى الداده بتاعتك. وبعد كده بتفتح بقها وبتشرب، وبعد ما بتشرب الشوربه بتقول له انها طعمها حلو جدا، وبعدين بتساله عن الاصناف اللي موجوده عندهم. فمارفيس بيبدا يقرا لها قائمه الاصناف عشان يرضيها، وبيقول لها ان الطبق ده اسمه شوربه خضار موسميه، وويستيريا بتحبه جدا. وبعدين بتقترح عليه انه ياكل معاها، بس هو ما بيبقاش عاوز ياكل اكل بشري. فويستيريا بتكون فرحانه جدا عشان عمرها ما اكلت اكل حلو كده قبل كده، وبتبدا تحكي له عن زمان وقت ما اخوها جاب رغيف عيش وقسموا عليهم واكلوه سوا، ومع انها مش عارفه عنه حاجه بس هو وحشها جدا، وبتفتقده اكتر وقت ما بتفتكر ان اخوها اتعذب عقبال ما تصرف لهم في الاكل ده وقتها، وانها كانت فخوره بيه جدا، ودلوقتي هي نفسها تعمل حاجه تخليه يبقى فخور بيها. وفي الوقت ده بنشوف سنه واللي بيبقى هو كمان بيدور على اخته، ولما بيشوف بنت من ظهرها شبه اخته بالظبط بيجري عليها بس بيلاقيها مش اخته في الاخر. وفي المشهد اللي بعد كده بننتقل للحاضر وبنشوف مارفيس وهو بيشفق على ويستيريا من كتر ما هي صعبانه عليه، وبيبدا ياكل معاها، والاتنين بيقضوا وقت لطيف وبيهزروا سوا. وبعد شويه مارفيس بيبقى مصدوم عشان بيلاقي انهم اكلوا الاكل كله. وفي الوقت ده ويستيريا بتقعد تعيط مره واحده، ولما مارفيس بيسالها هي ليه بتعيط بتقول له انه عشان محدش اكل معاها قبل كده، والوحيد اللي اكل معاها من بعد اخوها يبقى مارفيس، وعشان كده هي ممتنه ليه جدا وعايزه تقضي باقي حياتها معاه. بس هو بيقول لها انه مفيش داعي لكل ده، لان كل اللي بيعمله ده يعتبر لمصلحته، وبيشرح لها انه كان زهق من الحياه لدرجه انه كان بيتمنى يموت، وعشان كده هو مستمتع وهي معاه واخد موضوع اهتمامه بيها كهوايه. بس هو واخد الموضوع جد، وبما انه ما بيموتش فهو هيفضل معاها لحد ما تكبر وتعجز. وبيحكي لها كمان انها هي الوحيده اللي بتخرجه من الملل. ولما ويستيريا بتسمع ده بتستنتج انه عمره ما هيسيبها، ومارفيس بيأكد لها ده، بس بيستغرب انها ما زعلتش بعد ما قال لها انه واخدها كهوايه. بالعكس هي فرحت جدا لانها عرفت انه مش هيسيبها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مارفيس وهو بيتمشى في الشوارع واخد شكل بشري، وبيقعد يفكر في كلام نبرياس وقت ما بلغه انه الشخص اللي ارتكب الجرائم الفظيعه دي كمان خسر شيطان خطير، ولو المعلومه دي صح فده معناه ان الصياد زمانه بيدور عليهم، فبيبقى قلقان منه. وفي الوقت ده سنه بيبقى هو كمان ماشي في نفس الطريق وبيشوفه، وبياخد باله ان ملامحه نفس الملامح اللي الراجل الكبير وصفها بالظبط، ده غير ان شعره الاحمر الطويل وحواسه الستة القوية بيقولوا له ان الشخص ده غريب ومريب، فبيبدأ يمشي وراه. وبعد شوية مارفيس بيلاحظ ان في حد ماشي وراه، فبيقعد في المطعم وسنه بيروح وراه برضه، وبيستأذنه انه يقعد معاه. بس لما بيقعد قصاده بيبقى ماسك مسدس وموجهه ناحيته، وبيقوله انه يبقى اخو ويستيريا وعاوز يقابلها، وبيسأله كمان عن علاقته بيها. بس مارفيس مش بيرد عليه وبيبقى قاعد يسمعه. وفي الوقت ده بيكون فاكر ان الشياطين مش بيساعدوا حد من غير مقابل، وعشان كده طالما هو بيساعد اخته فالموضوع ده وراه إنه وسنه بيبلغه انه هياخد اخته. وبعد كده بيجي العامل اللي في المكان بيحط قدامه كوبايه شاي من غير ما يطلب، وفي اللحظه دي مارفيس بيتحول لشيطان وبيقول له ان اخته هي الحاجه الوحيده اللي مخلصاه من تعاسته، وكمان بيمسك مسدسه وايده بخصلات شعره عشان ما يضربوش بالنار. وبعد كده مارفيس بيقول له يقابله في الضواحي الشرقيه اللي في البلد، وبيقول له كمان يجي على الغابه لوحده عشان يقابل اخته. ومارفيس بيبقى عارف كمان ان اللي هيحصل بعد كده ده هيسليه جدا. وهو راجع البيت بيفتكر كلام ويستيريا وقت ما قالت له انها عايزه تعيش معاه، بس في نفس الوقت سنه عاوز ياخدها معاه. ومره واحده مارفيس بيتعصب وما بيبقاش عارف ايه اللي مضايقه. وبعدين لما بيوصل على البيت بيقول له ويستيريا تحضر شنطتها عشان ينقلوا قريب، فويستيريا بتتصدم عشان موضوع انهم ياخدوا كل حاجاتهم دي هيبقى صعب، فبيقول لها انه مش هيشيل الحاجه دي كلها لوحده. ولما بيطلعوا من البيت بيلاقي اخوها واقف بره، وبيفرح جدا لما بيشوفها بعد سنين اخيرا. ولما مارفيس بيشوفه قدامه بيرفع له ورقه مكتوب عليها انه هيموتها لو اتهور، فسنه بيسالهم هم رايحين على فين،
فويستريا بتقول له ان هم هيلفوا العالم وما بتبقاش عارفه ان اللي بيتكلم ده اخوها، فسنه بيقول لها انه يبقى اخوها ومش هيسمح لها انها تروح مع الشيطان ده. وبعد ما بيقول لهم كده بيرفع سلاحه عليه وبيضربه بالنار، بس الرصاص ده بيكون ضعيف قوي قصاد قوه مارفس. وويستريا كمان بتفرح لما بتعرف ان الرصاص ما اذاهوش، فسنه بيقول لها انها المفروض تبقى فرحانه انها شافته وما تفكرش في الشيطان ده، بس ويستريا بتقول له انها مبسوطه معاه وعشان كده هو ما ينفعش يأذيه عشان هو ساعدها كتير. وكمان بتحذر مارفس وبتقول له ما يأذيش اخوها والا عمرها ما هتسامحه. وفي حين ان مارفس ما بيبقاش عنده اي نيه انه يأذيه، سنه بيفتكر انه حابس اخته وبيبقى عاوز يقتله. وفي الوقت ده مارفس بيقول له على العقد اللي ويستريا عملته معاه وانها اديته عينيها علشان يفضل معاها. ولما سنه بيسمع ده بيتضايق اكتر وبيبقى جاي له اوامر مباشره بانه يقتل الشياطين، وفي حاله ان لو في بشر اتعاون مع الشيطان بيعتبروه شريك في الجريمه، وعشان كده ما بيقدرش يسكت وبيقرر انه يموته. فبيرجع يرفع سلاحه عليه وبيقعد يضربه بالرصاص، بس شعر مارفس بيحميه، ومع الوقت بيتغاظ فبيمسك سلاح سنه بخصلات شعره وبيرمي السلاح بعيد، بس سنه بيطلع المسدس بتاعه وبيرجع يضربه بالنار. فمارفس بيمسك الرصاص الازرق ده بخصلات شعره، وبعد كده سنه بيجري ناحيه الغابه، ومارفس بيفتكره مشي خلاص، بس ده ما بيبقاش صح، وسنه بيطلع انه راح يستخبى ورا الشجره وبيفكر في خطه جديده يقتله بيها. وعشان الرصاص بيكون ضعيف ومش مؤثر فيه بيقرر انه يموته بكسر القلب، واللي بيبقى عباره عن رصاص مخصص لقتل الشياطين، بس محتاج انه يستخدمه صح، وعشان كده بيطلع يجري قدامه عشان يستفزه وبيحاول انه يصيبه. فمارفس بيولع نار بصوابعه وبيولع نار في الغابه في الناحيه اللي المفروض ان سنه قاعد فيها، بس سنه بيكون واخد باله وبيحدف عليه ازازه ميه مقدسه، والميه دي بتبدا تحرقه وما بيقدرش يصد الضربات بتاعته. وفي الوقت ده الدخان بيختفي وسنه بيطلع ومعاه سلاح في ايده. وفي الناحيه التانيه ويستريا بتبقى قلقانه على مارفس فبتجري عليه وسنه بيضربه، فسنه بيتصدم لما بيلاقي ان الرصاصه هتيجي فيها وهتاذيها، بس في اللحظه دي مارفس بيقف قدامها في اللحظه المناسبه وبياخد الرصاصه بدلها، والرصاصه بتخترق ايده وبيتصاب، بس بيقول لها ما تقلقش عليه. وسنه بيكون مصدوم ان في شيطان بيحمي بشري، وهنا بيعرف ان الشيطان ده مختلف وهيحمي اخته دايما. ومارفس كمان بيعرف ان العقد ده قيمته اكتر بكتير من انه يكون ورق، وويستريا بتوضح سوء التفاهم ده وبتقول له انها مش بتعمل كده علشان العقد. وهنا المشهد بيتنقل للماضي وقت ما كانت قاعده وحيده ومحبوسه عند القسيس، ووقتها ما كانش عندها امل في المستقبل، وفي الوقت ده ما كانش فيه غير شخص واحد بس هو اللي كان قادر يفرحها، وهي بتتكلم معاه كانت بتنسى مأساتها وحزنها. وبعد كده المشهد بيتنقل للمستقبل، وويستريا بتقول انها قررت تفضل معاه، والاتنين بيبقوا واقفين مصدومين. وسنه بيفتكر كمان وقت ما كانوا صغيرين لما طلعت على الشجره عشان تلفت انتباهه، ووقتها كانت هتجرح نفسها بس كانت عايزه تفسح اخوها عشان يقضوا وقت سوا. وهنا سنه بيعرف انها مش هتغير رايها وبيصرخ من كتر الاحباط. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه بعد ما اقتنع وقرر يسيبهم في حالهم، بس بيحذر مارفس وبيقول له ان اخته هتتعبه، وبيقول لهم كمان انه يحاول يشتت انتباه المديرين بتوعه اللي لو عرفوا وقتها مش هيسموا عليهم، بس هو بيبقى شايف ان عيلته اهم بكتير من شغله. وسنه بعدين بيقول لمارفس ياخد باله من اخته بالذات لو قابله صياد تاني، لانه مش هيقدر يهرب منهم دايما، وعشان كده هو لازم يدي الاولويه لحياه اخته اكتر من نفسه، والا هيموته حتى لو كان هيمضي عقد مع شيطان تاني عشان يبيع له حياته. وبعد كده سنه بيسيب اخته وبيمشي، بس بيوعدها انه هيقابلها تاني، وبعدها مارفس بياخدها وبيمشوا من هناك عشان المكان بقى دلوقتي مش امان، ده غير انه شايف ان سنه واخته هيسلوه جدا. واخيرا مارفس لقى حد يسليه والملل اللي كان في حياته انتهى. وبكده تكون خلصت الحلقه الثانيه من قصتنا، استنوا بقى الحلقه الثالثه عشان هتكون دمار وهينكشف فيها كل الماضي والحاضر وهنعرف حاجات تشل العقل. بس قبل بقى ما ندخل في الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايكك الجميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.